هل حسيت قبل كده إنك بتبدأ كل حاجة بس ما بتكملش؟ تبقى قاعد قدام كتبك وتقرر تذاكر، تلاقي نفسك ماسك الموبايل. تبقى ناوي تبدأ مشروع بس تتوه في التفاصيل. تحاول تبطل عادة وتبدأ من جديد بس تتشتت. تبقى عايز تبقى إنسان ملتزم منجز، بس كل يوم بيعدي كأنك ما عملتش حاجة، مش لأنك فاشل ولا لأنك كسول، أنت مشتت. وأنا جاي أكلمك في الفيديو ده كأننا قاعدين على قهوة أصحاب. أنا مش هقولك كلام تحفيزي وخلاص، لأ، أنا هقولك تجربتي وحاجات شفتها بعيني، وهتخرج من هنا بخطة عملية، خطة ترجعك تركز. بس استمر معايا لآخر الفيديو، لأن الحل مش جملة واحدة ولا سر سحري، الحل سلسلة حاجات صغيرة هتبنيك. يلا بينا. الفصل الأول: إزاي بتتشتت؟ خليني أسألك، كم مرة تمسكت موبايلك 5 دقايق بس وفجأة لقيت نفسك قاعد ساعة؟ كم مرة بدأت حاجة بكل حماس وبعدها نسيت إنك كنت شغال عليها أصلاً؟ المشكلة مش فيك، المشكلة إنك بتعيش في عالم بيلعب على نقطة ضعفك. إشعارات، فيديوهات قصيرة، نوتيفيكيشن ورا نوتيفيكيشن. دماغك مش معمولة تستقبل كل ده في يوم واحد، بس التكنولوجيا عارفة كويس إزاي تشد انتباهك. فلما تلاقي نفسك مش قادر تركز، ده طبيعي، بس الطبيعي ما ينفعش يفضل مستمر. تعال نشوف نبدأ منين. الفصل الثاني: فهم نفسك. أهم سؤال تسأله لنفسك: أنت بتتشتت إمتى وليه؟ في ناس بتتشتت لما تحس بضغط، في ناس لما تحاول تعمل حاجة مش بتحبها، في ناس بتتشتت من أقل صوت أو صورة. كل واحد ليه نقطة ضعف. سجل يومك لمدة 3 أيام. اكتب إمتى فقدت تركيزك، كنت بتعمل إيه اللي شغلك، حاسس بإيه وقتها. التشتت مش دايما خارجي، أوقات بيكون جواك. قلق، تفكير زيادة، مقارنة بالناس. أول خطوة: افهم نفسك. الفصل الثالث: أدوات لاستعادة التركيز. قاعدة 25 دقيقة بومودورو، شغل مؤقت لمدة 25 دقيقة، اشتغل فيهم على حاجة واحدة، بعدها خد راحة 5 دقايق، كررها 4 مرات وخد راحة أطول بعدها. دي من أقوى الأدوات لمقاومة التشتت. قائمة اليوم من 3 حاجات بس. دماغك مش معمول يستقبل كل ده في يوم واحد. كلنا بنتشتت، بس القوي مش اللي ما بيشتتش، القوي هو اللي بيرجع يركز كل مرة. ولو وصلت لآخر الفيديو فأنت شخص مش عادي. ابدأ رحلتك من النهاردة. اشترك في القناة علشان تكمل معانا الطريق. انطلق بفكرة.